هنشوف موضوع من الموضوعات الفنية اللي وعدت حضراتكم بيها في بداية الحلقة عن الموسيقى السودانية اللي ليها طابع مختلف. يمكن قريب عندنا في مصر الموسيقى النوبية. ليه؟ لأنها بتستخدم السلم الموسيقي الخماسي فقط. ده في داخل الفن السوداني. لكن المطربة الصاعدة حاولت، هي مطربة سودانية، حاولت ان هي تختلف عن المجتمع اللي عاشت فيه، لان هي انتقلت كلاجئة مع عائلتها المعارضة للنظام في ذلك الوقت للولايات المتحدة الأمريكية. هنا جمعت ما بين النوعين من الموسيقى السودانية بالنمط المميز بتاعها والموسيقى الغربية، فخرجت نوع ثالث تماما من الموسيقى. خلينا نشوف. من بلاد الذهب تزدهر هذه الحكاية، حكاية ملامح عربية إفريقية خاصة وصوت قوي قرر أن يحكي قصته بنفسه. فألسارة الشابة التي هاجرت مع عائلتها من بلادها السودان منذ طفولتها أصبحت أحد أهم الأصوات السودانية والعربية المعروفة عالميا على الساحة الموسيقية الآن. الموسيقى دي الموسيقى اللي أنا طلعت منها، دي أول الحروف الموسيقية اللي أنا سمعتها. ده بالنسبة لي صوت العالم بدأ كده. فأنا قلت، فبالنسبة لي كان إنه أي صوت بيجي من جواي لما بالذات في التأليف عنده نغمة معينة غصبا عني. يعني بالنسبة لي أنا عايزة يكون عندي صوتي مختلف من باقي الحاصل في السودان. لم تنسى ألسارة الموسيقى التي تربت على أنغامها رغم ابتعادها عن الوطن منذ سنوات طويلة، فانشغلت بأغاني المرأة السودانية التي تعرف بأغاني البنات وأغاني النوبة لتقدمها مرة أخرى بمذاق موسيقى شرق القارة السمراء بشكل موسيقى الريترو الإفريقية. لم يستطع هذا العشق الذي سكن قلبها منذ صغر التخفي أكثر من ذلك، فانطلق على متن صوتها وموسيقاها شد رحلة التميز والاختلاف بروح إفريقية، فصنع حب ألسارة للفولكلور السوداني وموسيقى الريترو الإفريقية نسيجا ساحرا غدت على إثره صوت السودان الواعد بالعالمية. نعم، فقد أطلقت صحيفة الجارديان البريطانية عليها نجمة البوب النوبي الصاعدة. فمنذ بدايتها ومشاركتها لفرقة نوبا تونز بدأت ألسارة بعمل جولات فنية بعواصم العالم، نجاح تبعته مشاركتها مع فريق مشروع النيل، ثم ألبومها الناجح مع الموزع الموسيقي الفرنسي دبروي. النوبا تونز بدت كقاعدة بيني وبين رامي، كنا بنتونس في موضوع السدود، في موضوع التغييرات اللي بتحصل الاجتماعية بالذات في مصر، لأنه كان هو بيكتب في الماجستير بتاعه عن مصر. فكنا بنتكلم عن أغاني العودة برضو وعن الموسيقى النوبية طبعا، لأنه أول ما تبتدي تتكلم في الحوارات ده بيجيب الكلام ده. بعدين أنا بديت أتكلم معه في موضوع كيف إنه أغاني العودة لغاية حس ممكن الواحد يربطها بحياته اليومية. رغم أنها وجدت صعوبات جمة في إنتاج ألبوماتها بإمكانياتها البسيطة مع فريقها، ما زالت مصرة على إكمال الطريق وتأليف أغنياتها بنفسها، وما زالت ألسارة تصر على جعل هويتها السودانية موضوعها الأهم. سارية ياسين، الغد العربي، القاهرة. مش بقول لكم انه امتزاج حضارتين في اي ناحيه فنيه ممكن فعلا يعمل حاجه مختلفه تماما. علشان كده ظهر مصطلح مع ألسارة، مصطلح البوب النوبي، وده يمكن غريب شويه عن البوب الغربي اللي احنا عارفينه.